جوزي ابن امه بيقول لها على كل حاجه، حياتي بتتدمر، اعمل ايه؟ هقول لكم. انا اسراء عثمان، استشاريه علاقات زوجيه. اللي عايز يبعت استفسارات او يحجز جلسات يبعت على الانستجرام، ويلا بينا. خليكي عارفة كويس قوي ان الام دي ام مش طبيعية، ام بتسقف لابنها على الصح والغلط، ام اخر حاجة في حياتها تهمها بيتك، ام ربته من زمان من قديم الازل عشان يبقى كده النهاردة. الام دي شايفاكي الشخص المنافس ليها اللي عايز ياخد السلطة من تحت رجليها، واهم حاجة عندها في حياتها هي السلطة. فانتي بتتعاملي مع شخصيتين، الشخصية الأولى شخصية بتحب السلطة، والشخصية التانية اللي هي جوزك أو خطيبك وهو شخص ضعيف الشخصية جدا جدا. طيب تعملي إيه؟ الست دي بتعمل إيه؟ ربته من وهو صغير إن في فزاعة، أخوه الكبير أو ابن خالته اللي معرفش يقع تحت تأثيرها، فهي بتعمل له إيه؟ بتسيبه. هي عارفة كويس قوي إن هو قوي الشخصية ومش هتعرف تاخد معاه حق ولا باطل، بتقوم عاملاه فزاعة لاخوه الصغير اللي هيفضل باصص مستني ان هي تعامله زي ما بتعامل الكبير، وتفضل تسقف له لما يعمل حاجة عشانها، وتفضل مخصماه وتهمله لما ما يعمل لهاش اللي هي عايزاه. يبقى انت فهمتي هي عاملة جواه ايه؟ تعالي بقى اتعاملي زي اي شخصية طبيعية وروحي قولي له انا متضايقة من كذا او انا متضايقة من كذا. مش هتلاقي غير انه هيروح يعمل ايه؟ هيروح للي هتطبطب عليه، لانه هو شخصية ضعيفة وما تعودش على النقد، ما تعودش انه ياخد ويشيل المسؤولية. فانت هنا لازم هتتلاعبي، هنا مش هينفع للأسف تتعاملي معاه كأنه شخص طبيعي. مضطرة آسفة ان انت ما تجيبيش الموضوع دايركت، لازم تلف في وتدوري. يعني عايزة تقولي له حاجة هاتيها له في صورة قصة، ولازم تمدحيه في الأول وتقولي له قد إيه أنت مقدرة الحاجات الحلوة اللي هو بيعملها. طريقة التعامل دي مرهقة جدا جدا، بس خليكي فاهمة كويس إن الشخص ده يا أبيض يا أسود، يا إما هتعرفي تعيشي معاه يا إما هتسيبيه والبيت هيتدمر. فلازم الأول تختاري أنت عايزة أي اختيار، عايزة تتعبي شوية وتتعلمي المكر والدهاء، ولا عايزة تتعاملي معاه بطبيعتك وتقولي أنا ما بعرفش أغير طبيعتي. الاختيار في إيدك. معاكي 2 مرضى فلازم تتعاملي معاهم وانتي طبيبة نفسية. عايزة أي جلسات أو عايزة أي توجيهات روحي المتخصص على طول، عشان يعيني انتي في وضع لا تحسدي عليه.